يا سيد مسعد، يعني أنت تقول بأنكم تعملون مع الفريقين منذ فترة ما بين الجزائر والمغرب. منذ الأمس وجدنا هذا الرفض الجزائري، وجدنا هذا الشرط من البوليساريو. قبلت بهذه الخطة، قبلت بهذا القرار، ولكن وضعت شرط وهو منح حق تقرير المصير. وبالتالي كيف سيتم التعامل مع هذا التحفظ أو هذا الرفض من الجزائر والبوليساريو؟ صحيح، هلا هو القرار أقر بحق تقرير المصير، يعني هو بيشير له بشكل واضح. وهذا القرار طبعا قبلت في المغرب، يعني هذه خطوة متقدمة جدا وهذا شيء ممتاز. هلا التفاصيل كيف يتم ذلك، هذا الموضوع اللي رح ينبحث، يعني عم نحكي فتنا اليوم طبعا بتفاصيل. لا شك رح يصير نوع من انتخاب معين أو تصويت معين. هذه كلها تفاصيل تقنية طبعا بندخل فيها، بس طبعا مع الممثل الشخصي للأمم المتحدة ومع ممثلين عن جميع الأطراف. ولكن أقرت هذه المبادئ يلي هي طبعا مبادئ مهمة جدا. فأيضا في نقطة تانية مهمة يعني ورحبت فيها المغرب، يلي هي رحبت بتقديم يعني أي فريق تقديم أفكار. إذا أي فريق عنده أفكار أخرى للبحث فهناك ترحيب بهذا الموضوع. فيعني فينا نعتبر يعني ما وصف بالمرونة من